الناخب الوطني رفض طلبات الأندية الإسبانية. علم من مصادر موثوقة بأن 4 أندية تمارس في البطولة الإسبانية طلبت من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السماح ل5 لاعبين مغاربة يمارسون في صفوفها بالتأخر عن الالتحاق بالمعسكر الإعدادي للفريق الوطني الذي سينطلق يوم 2 يناير، بحيث أن لا ليغا الإسبانية ستعود يوم الثلاثاء القادم. ولكن هذه الطلبات قوبلت بالرفض من طرف الناخب الوطني وليد الركراكي. ويتعلق الأمر بأندية ريال بيتيس وإشبيليا وفالنسيا وألافيس، حيث يمارس شادي رياض، عبد الصمد الزلزولي، يوسف النصيري، سليم أملاح وعبد الكبير عبقار. وكان روبن باراخا مدرب نادي فالنسيا قد أعلن عن غياب الدولي المغربي سليم أملاح عن مباراة الفريق أمام فياريال المقررة اليوم الثلاثاء لحساب الدورة 19 من البطولة الإسبانية. رهان كبير بأن شادي رياض مفاجأة كان لكم أن تتذكروا هذا الكلام، مثلما واعدناكم مرارا في السابق بشأن قصة إبراهيم دياز وعدم حضوره الكان، وقصة ديوب وتمثيل الأسود. لغاية يقيننا التام أن شادي رياض سيعوض اليميق في هذا العرس الإفريقي. هذا اللاعب يأتي للمنتخب الوطني وهو في تمام الجاهزية ذهنيا وبدنيا، وفي وضعية جد مثالية لتقديم نسخة ومشاركة خارج التوقعات. وقد علمنا أن الناخب الوطني غير خطته بالكامل بسبب وضعية نايف أكرد غير المستقرة وحالة الاهتزاز التي عليها غانم سايس. فمن غير المستبعد أن يعيد الركراكي قصة الزاكي في نسخة تونس 2004 حين لعب ب3 مدافعين في متوسط الدفاع، عبد السلام والدو مع نور الدين النيبت والقرقوري. كما يمتاز شادي رياض بخاصية التغطية علي الرواغ الأيسر، ويمثل لوليد الركراكي جوكر كبير كمدافع أوسط وبديل مثالي لمزراوي وعطية الله. لذلك ترقب شادي رياض في أبيدجان.